ليك أول خطوة بتكون الأصعب، لأنه ما بتعرف كيف بدك تواجه الناس بابتسامة بالوقت اللي أنت جواتك في حزن. بس أنا إذا بتلاحظ شربل ولا مرة طلعت على الكاميرا غير مبتسمة. ما حدا بيعرف شو في بكواليس حياتي، بكواليس مشاعري، لأنه أنا بعتبر إنه الناس بكفيها اللي فيها. العالم كل واحد منهم عنده مشاكله، وخاصة نحن بالعالم العربي عايشين مثل ما بيقولوا على كف عفريت. فنحن اليوم الفنان من واجبه إنه يزرع البسمة والفرحة للناس، مش كمان يحملهم همومهم. أنا بقول إنه الإنسان اللي قلبه نظيف وفيه محبة وسلام تماماً مثل ما كانت أمي، هي موجودة بمحل أحسن بكتير من ما نحن موجودين فيه. وهي بعدها معي بالروح، يمكن هي منا معي بالجسد، بس هي بعدها معي بالروح. الإنسان اللي ما عنده هالإيمان بيزعل أكتر وبيعبر أكتر. أنا أكيد بزعل لاشتياقي، يعني أنا ممكن أنا بشتاق لها بكل الأوقات، وأوقات بحس إنه أنا كتير بحاجة إلها تكون واقفة حدي منا موجودة جسدياً، بس روحياً هي حدي كل الوقت. مشان هيك نحن بنقول كل إنسان مؤمن بيعرف إنه يلي توفى من عيلته هو بمحل كتير أحسن، ولازم ننبسط له، مش لازم نكون أنانيين. يعني بكيت كتير، ومش ضروري الكاميرا تشوف هيدول القصص كلهم، لأنه برجع بقول اللي قلته قبل. بس أنا عندي كمان شغلي وجمهوري اللي بحبه وبحترمه كتير، لازم أظهر بأحسن صورة لإله، وعندي أولادي لازم أكون قوية قدامهم.